بيان رسمي من الكابتن محمود الخطيب بيشكر فيه أعضاء مجلس الإدارة وجمهور النادي الأهلي والدنيا كلها، حرفيا من الآخر. ساعة ما الكابتن محمود الخطيب قال إن هو مش هيرشح نفسه لانتخابات رئاسة النادي الأهلي الفترة الجاية، الدنيا قامت ما قعدتش. حرفيا الدنيا قامت ما قعدتش. حصل ان مجلس الاداره رفض والاعضاء الجمعيه العموميه رفضوا والجماهير رفضت والدنيا قامت ما قعدتش. ده بيان الكابتن محمود الخطيب بيشكر فيه كل الناس دي، واحد واحد، اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء مجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي، وبيقرر اخيرا باستمراره كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي بما يتوافق مع حالته الصحيه. ونحط 200 خط تحت الكلمه دي. بمعنى اللي انا فهمته ان كابتن محمود الخطيب سيظل رئيسا للنادي الاهلي، بس في حالة ان في حاجة غلط او في مثلا محتاج راحة او محتاج فترة ان هو يستجم فيها او محتاج فترة ان هو يتعالج فيها، هيكون في حد مسؤول عن ادارة النادي الاهلي او عن كرسي مجلس ادارة النادي الاهلي لحين رجوع الكابتن محمود الخطيب بالسلامة. وربنا يقومك بالسلامة يا كابتن محمود الخطيب، وتبقى احسن واحسن واحسن ان شاء الله. وربنا يبارك لنا في عمرك، وتفضل سند للنادي الاهلي وظهر للنادي الاهلي. وتحيات جمهور الاهلي للكابتن محمود الخطيب.